الإمساك ليه بيحصل وإزاي نعالجه؟ على طول عندك إمساك مستمر، البراز متحجر، بينزل ناشف، ما عندكش رغبة بدخول الحمام، بتحس إن البراز مش مكتمل، مش عارف تفضي بطنك كويس، دايما بطنك مليانة وحاسس بانتفاخات، دايما بطنك مشدودة. طب إيه حل مشكلة الإمساك؟ عشان أحل مشكلة الإمساك لازم أعرف سبب الإمساك، أنا ليه حصل إمساك؟ وإيه نوع الإمساك الموجود؟ وبالتالي أعالجه إزاي؟ أشهر أنواع الإمساك عندنا رقم واحد حاجة اسمها بطء حركة الأمعاء. القولون عضلة بتتحرك فالبراز بينزل معايا. طب لو مفيش حركة في القولون البراز ما بيتحركش فهيتحجر فيحصل إمساك، وده بيحصل بسبب كسر الغدة الدرقية ومرضى السكر والناس اللي وزنها زايد وبعض أدوية الضغط والأدوية النفسية. تاني نوع قوام البراز. البراز نفسه ناشف، ما بتاكلش الياف كويس، ما بتشربش ميه كتير، بتاكل بقوليات كتيره، بتاكل معجنات كتير، الحاجات دي ما فيهاش ميه فبتخلي البراز عندك ناشف ومتحجر، فبالتالي يحصل امساك فما تعملش حمام. تالت حاجه ممكن يكون عندك مشكله في القولون نفسه، جيوب في القولون، زوايد في القولون، لا قدر الله اورام موجوده في القولون، الحاجات دي بتعمل انسداد فبالتالي يحصل الامساك. رابع حاجه فتحه الشرج ذات نفسها، ممكن يكون شرخ، ممكن يكون بواسير، دي سكوت جزئي، الحاجات دي بتعمل انسداد فبالتالي البراز ما بينزلش. خامس حاجة هي مشاكل في الضغط، ممكن يكون عندك مشاكل في العمود الفقري، انزلاق غضروفي، عامل عملية قبل كده، ده أدى إلى ضعف في الأعصاب اللي واصلة لعضلات الحوض. مشكلة في ضعف عضلات الحوض ذات نفسها بيحصل حاجة اسمها انسمس، حركة عكسية، بدل البراز ما يكون نازل لتحت بيرجع لفوق. سادس حاجة من أشهر أسباب الإمساك هي الملينات نفسها. لما تاخد ملين مرة بعد مرة بعد مرة القولون بيفقد الخصائص بتاعته، بيفقد الشكل والثنايات بتاعته، وبالتالي بيبدأ يرتخي، العضلة بتاعته بقت ضعيفة فمفيش دخول حمام. في الحالة دي لازم نوقف الملينات خالص، أو ببتدي أقلل الملينات تدريجيا لحد ما أرجع القولون للخصائص بتاعته الطبيعية، وابتدي أدخل الحمام لوحدي من غير أي مساعدات خارجية. بالنسبة لطرق العلاج وإزاي نخلص نفسنا من الإمساك ده لازم أركز على حاجات معينة، أهمها الألياف اللي هي الورقيات، نشرب مية كتير من 2 ل 3 لتر مية يوميا، على الأقل نعمل رياضة نص ساعة في اليوم، ما ناكلش قبل النوم ب3 ساعات على الأقل، يعني من الآخر ما تاكلش عندنا مادة مهمة اللي هي السوربيتول. السوربيتول الطبيعي بيضخ المية في الأمعاء، بيلين عملية البراز فبالتالي بيسهل الحمام. فين السوربيتول ده؟ القراصية والتفاح والعنب والكمثرى. عندك مشكلة في ظهرك حاول انك انت تعالجها، لو عندك مشاكل شرخ او بواسير روح لدكتور يفحصك. لازم حركه ورياضه كتير على الاقل نص ساعه في اليوم، لازم على الاقل شرب من 2 ل 3 لتر ميه يوم، ممنوع تاكل وتنام، على الاقل نام بعد 3 ساعات من الاكل. نمضغ الاكل كويس لان عمليه الهضم بتبدا من هنا مش من هنا. الاكل كل ما ينزل المعده والجهاز الهضمي ممضوغ احسن، هيتهضم احسن، يتحرك احسن، بلين اكتر، بالتالي هيسهل علينا دخول الحمام. ايه الحاجات اللي نتجنبها علشان نقلل الامساك؟ الاكل الدسم، الاكل اللي فيه بقوليات كتير، فيه مقليات كتير، الاكل اللي فيه معجنات كتير، الشاي، القهوه، العيش الابيض والرز الابيض بصفه عامه الالياف فيهم قليله، الميه فيهم قليله، هيزود الامساك. الثوم والبصل عند بعض الناس بيزود القولون العصبي اللي بيعمل امساك. حصل ليه؟ بعمل ايه غلط؟ باكل ايه غلط؟ مش الحل انك تاخد حباية ملين مرة في 2 في 3، بالعكس تبقى هي اكبر مشكلة واكتر ضرر، وتبقى هي المشكلة مش العلاج. الامساك بصورة طبيعية وبصورة امنة. دمتم اصحاء. اشهر انواع الامساك عندنا رقم واحد حاجة اسمها بطء حركة الامعاء. القولون عضلة بتتحرك فالبراز بينزل معايا. طب لو مفيش حركة في القولون البراز ما بيتحركش فهيتحجر فيحصل امساك، وده بيحصل بسبب كسر الغدة الدرقية ومرضى السكر والناس اللي وزنها زايد وبعض أدوية الضغط والأدوية النفسية. تاني نوع قوام البراز. البراز نفسه ناشف، ما بتاكلش الياف كويس، ما بتشربش ميه كتير، بتاكل بقوليات كتيره، بتاكل معجنات كتير، الحاجات دي ما فيهاش ميه فبتخلي البراز عندك ناشف ومتحجر، فبالتالي يحصل امساك فما تعملش حمام.